ليه بنقول ان بصمه زراعه الشعر بتبين الفرق بين الدكتور جراح التجميل وغيره؟ البصمه في منها نوعين، البصمه عند الرجاله بتبقى خلفيه، والبصمه عند الستات بتبقى موجوده قدام في مقدمه الشعر. البصمه عموما بشكل عام بتبقى حاجه اسمها الرسم الهندسي للدوره الدمويه للجلد الموجود في المنطقه اللي احنا هنزرع فيها، والبصمه دي بتختلف من شخص للتاني. في ناس عندها بصمه، وفي ناس نادره بيبقى عندها تو سويرلز او بصمتين. والبصمه دي لازم تتعمل باتجاهات وزوايا الشعر او البصمه اللي خلقها ربنا، والا هتلاقي الهادر كتير جدا. وده طبعا احنا بنحاول نراعيه بشكل قوي جدا في البصمه، او بمعنى اصح الكراون. الكراون من اهم الحاجات اللي بتبين شطاره الدكتور وخبرته والهاند سكيلز بتاعته في فتح القنوات. لو عايز تعرف ليه سموه الكراون كينج، تابعني وابعت لنا في الكومنتات وهنرد عليك بكل التفاصيل.